الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن كرة القدم أصبحت فتنة، وأصبحت مضرتها أكثر من منفعتها، إن كان فيها شيء من المنفعة. يعني قديما كان الناس يستمتعون بلعب الكرة من أجل الترويح على النفس ومن أجل تقوية الأبدان، وكانوا يقصدون بذلك التسلية البريئة، ويقصدون بذلك صحة الأجساد. أما اليوم فقد صارت الكرة يعني معبودا ومعشوقا، وصار الناس مولعين بها يعني ولعا يفوق حبهم للأمور الشرعية. ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن يصلون ويصومون ويأتون الفرائض، ومع ذلك إذا كانت هذه المباريات فإنهم ينشغلون عن ذلك كله. يعني المقصود عندي من هذا الكلام هو ما رأيته في هذه الأيام ونحن نعيش هذه الأجواء، أجواء ديال كأس العالم والمونديال وما يصاحب ذلك من أحداث، فقد شغلوا الناس وفتنوهم عن دينهم وعن مصالحهم ومعايشهم. ولا شك أن المسلم الذي يعي حقيقة وجوده في هذه الأرض لا يمكن أن ينشغل بذلك. ما يمكنش الإنسان اللي يعرف علاش خلق الله عز وجل ينشغل هذا الانشغال المشين والمغرق في الغفلة وفي الضلال بمثل هذه الأمور التافهة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن ما ينفعنا إما أن يكون أمرا دينيا وإما أن يكون أمرا دنيويا. ولا شك أن هذه الأمور لا تنفع لا في دين ولا في دنيا، وإنما ينتفع بها أصحابها الذين يجنون من ورائها الأموال الطائلة، ولهم فيها أهداف ومآرب لا تخفى. فلذلك يجب على المسلم أن يكون واعيا ومدركا لهذه الأمور التي تحاكى. احنا كنشوفوا الآن، أنا ما بغيتش نتكلم على التفاصيل وإلا فهي كثيرة وتستدعي أيضا التعليق، كنتكلم فقط على الوقت اللي هو أثمن ما يمتلكه الإنسان، وإذا ضاع منه شيء فإنه لا يمكن أن يسترجعه، وهذا الوقت نحن مسؤولون عنه بين يدي الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، في أين ضيعنا هذا الشباب، وعن عمره فيما أفناه. الآن نجد الشباب والشيب والنساء والذكور والصغار والأطفال كل هؤلاء أصابهم هوس الكرة، يتابعونها ويعني يلاحقونها في كل مكان. منهم من يبذل الأموال من أجل السفر إلى هذه الدول من أجل حضور هذه الأنشطة وهذه المباريات، وهذا في الحقيقة من التبذير ومن الإسراف الذي يحاسب عنه المرء بين يدي ربه عز وجل. والأمر الآخر هو قضية تضييع المصالح والمعايش والعبادات. الآن حينما تكون مباراة من هذه المباريات، وخصوصا إذا كانت يعني مباراة يعني للبلد، فإن المساجد تكون خاوية، والمعاهد والمراكز والجمعيات والدروس والحصص، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تدمي القلب. الإنسان يحزن حينما يرى أن الناس صدوا عن السبيل وصدوا عن الهدى وعما ينفعهم وعما يقربهم إلى الله عز وجل. هب أنك شاهدت هذه المباراة، هب أن فريقك انتصر، هب أن فريقك فاز باللقب الأكبر، احنا نقولوا احنا نحطموا كاع جميع الأرقام ونقولوا بأن يعني المنتخب الوطني غادي يفوز كاع بالمونديال.
ثم كان ماذا؟ ما الذي نستفيده من هذا؟ هل يغير ذلك في حياتنا؟ هل يغير ذلك في علاقتنا بربنا عز وجل؟ هل يغير ذلك في معاشنا وفي كسبنا؟ واش غادي تغير الأوضاع؟ واش غادي تنقص الأسعار؟ واش غادي تحسن الحالة؟ الفقر هو الفقر، والغفلة هي الغفلة، والبعد عن الله هو البعد عن الله. لذلك يجب على المسلم أن يفيق من غفلته، وأن يعلم أن هذا لا يعدو أن يكون مجرد له لعب يمكن أن يكون في أوقات الفراغ. الكرة احنا ما غاديش نتكلموا دابا حلال ولا حرام، لكن الأصل إنما يحكم عليه بما احتف به. هذه الكرة الآن إذا بغينا نعددوا الأمور اللي فيها فإنها لا شك فيها مخالفات كثيرة، تبدأ من المؤسسات الآن لأنها قائمة على القمار. المؤسسات كلها قائمة على القمار وتروج له، والآن تروج لأمور يعني مخالفة للشرع، مخالفة للفطرة. الآن يعني يريدون أن يقروا يعني هذا الشذوذ يعني بكل الوسائل، ولولا أن الله عز وجل لطف وكانت هذه يعني المدافعة من هذه الدولة مشكورة، يعني دولة قطر، فلكان الأمر يعني أكثر من هذا. يعني هم الآن كانوا مجندين يعني بكل الوسائل وبكل الضغوط حتى ينشروا هذه يعني العلامات وهذه الشارات بقوة في هذا يعني الاحتفال الأكبر من نوعه في مستوى يعني الرياضة. ولكن سخر الله عز وجل هذا. يعني طبعا احنا ما قادش نقولوا بأن هذه الدولة تفعل ذلك لوجه الله أو لمصالح أو لمآرب، الله أعلم بالنيات. ولكن احنا من كنشوفوا واحد العمل يوافق الشرع ويدحض يعني كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي التي ذكر الله عز وجل أهلها وأهلكهم، فلا شك أن المسلم يفرح بذلك، لا شك أن المسلم يفرح بذلك. احنا ما خلينا من الكلام ديال المنافقين اللي كيبقاو يدخلوا في النيات وعلاش هادي وعلاش هادي وعلاش هادي، وحتى علاش يبداو بقراءة القرآن. ما علاقة قراءة القرآن بالرياضة؟ طيب وما علاقة هذه الشعارات بالرياضة؟ ودائما كانت تنشر يعني في الدوريات يعني الأوروبية، دائما يعني هاد الناس ينزلون بالثقل وبالضغوط ديالهم. يعني هذوك اللاعبين ربما ذاك اللاعب ما يكونش عنده كاع هذا انتكاس الفطرة، ولكنه يعطى مالا، ولحبه للمال ولأنه ليست له مبادئ راسخة فإنه يعلق تلك الشعارات لأنه دفع له مقابل ذلك. فإحنا كنقولوا بأن هذا الأمر هذا يفرح له. مثلا إذا أقيمت هذه الدورة واستغل الناس مثلا وجود تلك الأعداد الهائلة من الأوروبيين والأسيويين والأفارقة وغيرهم يعني من غير المسلمين، ثم عرض عليهم الإسلام، هذا هل يفرح به المسلم أم يتجار له؟ كتلقى الناس كيقول لك لا راه هذا غير مونديال، هذه غير كرة ماشي فتح إسلامي. طيب ما يضرك أنت لو دعي الناس إلى الإسلام؟ اش غيضرك؟ ولاش كأن يعني المونديالات الأخرى السابقة كان الناس يدعون إلى المسيحية وكانوا يدعون إلى الإباحية ويدعون إلى كل شعار يعتقدونه ويحبونه ويتقربون به يعني إلى يعني تلك الفئات القليلة التي تمارسه. طيب هذا الناس دعوا الإسلام واستقدموا لذلك بعض الدعاة المشهورين. إذن هذا من الأمور التي على الأقل إن لم تعجبك يعني كف لسانك أن يتفوه بهذا الشر الذي يفضح يعني خبيئة نفسك والحقد الذي تحمله على الإسلام والمسلمين. يعني كيقول لك علاش يكتبوا يعني الشعارات ويكتبوا الأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم مترجمة، وهذا الشيء علاقته بالكرة واش علاقته كذا. طيب الكفار حينما يذهب المسلمون لزيارة تلك البلاد سياحة أو تجارة أو غير ذلك، اش كيلقاو توم الشعارات ديال الإباحية والشعارات ديال العلمانية والشعارات اللادينية تملأ أرجاء تلك البلاد. علاش ما تعلقوش على هذا؟ شكون تعلقوا غير على هذه؟ لماذا تعلقون على افتتاح هذه الدورة بتلاوة آيات من القرآن؟ لماذا؟ ما الذي يضركم؟ ما علاقة القرآن بالرياضة؟ طيب ما علاقة الموسيقى بالرياضة؟ علاش ما نخلوش مثلا الرياضة صرفة؟ علاش ما نخلوهاش خالصة لا يشوبها شيء؟ علاش إلا افتتحت بالموسيقى شي بس ما كاين؟
افتتحت بالرقص وبالعري شي بس ما كاين، لكن إن افتتحها أو لا، احنا ماشي نقولوا بأنه هذاك الشيء راه مزيان هو قمة، ولكن على الأقل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإلا الناس اعتزوا بالهوية واعتزوا بالقرآن واعتزوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتزوا بالفطرة وحملوا الناس على أن يخضعوا لذلك، فهذا مما يعني يفرح له المسلم. إذن هذا في الأمور اللي كتكون يعني في الخبايا وفي ما يضر. ولكن قضية الكرة ككرة فيعني مشاهدتها الأصل فيه الإباحة، ولكن احنا الآن نتعرض لأمور كثيرة. أولا هناك كشف العورات، هناك كشف العورات، والفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الفخذ عورة. هناك قضية الولاء والبراء الذي يضيع ويذبح على أعتاب هذه الرياضة التي استحكمت من القلوب. الناس الآن ما بقاش عندهم ولاء وبراء، يحبون الكفار، يحبون اليهود، يحبون النصارى، لأنهم يحسنون يعني المراوغات ويحسنون تسديد هذه الكرات بين عمودين. يعني احنا كنقولوا بأنه هذا عبث في عبث، ولكن أن يصل الأمر بالمسلم أن يحب الكافر وأن يقلده في كل شيء لأنه أشرب حبه بمناسبة أنه يحسن اللعب بالكرة. علاش؟ لأنه كيعرف يلعب بالكرة وكيعرف يسجل الأهداف وكيعرف يراوغ وكيعرف يعني يصد الكرات إن كان حارس مرمى، فهو يحبه ويقلده في مشيته وفي يعني حلاقته وفي لباسه وفي كل شيء، ويشتري أغراضه بالأثمنة الغالية التي توضع في المزاد، ويشتريها يعني أصحاب الأموال الذين يعني اكتسبوها بطرق الله أعلم بها، فيسهل عليهم إنفاقها في مثل هذه الأغراض وفي مثل هذه السبل. إذا هذه كلها أمور ينبغي أن يراجع المسلم نفسه فيها. اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه رضي الله عنهم: لا تترك صلاة متعمدا، فإن من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. الإنسان إذا ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة. والناس الآن يملؤون المقاهي ويحجزون أماكنهم بالساعات ويدفعون الدراهم من أجل حجز تلك الأماكن، وجالس هكاك هو خصو الماتش إلا كان فيه 90 دقيقة هو غادي يجلس 4 سوايع. علاش؟ لأنه يخاف أن يفوته مقعده وأن يحرم من مشاهدة يعني تلك المباراة في تلك الأجواء التي يريد أن يشاهدها فيها. فكتلقاه الإنسان من الصباح هو كيحجز المكان وداك الشيء وعندك ويسمع المؤذن، وقد يكون المقهى بجوار المسجد، وهذا يعني رأيناه وشاهدناه، المسجد حدا المقهى، ويسمع النداء يصك أذنه لكنه لا يستجيب لأنه مشغول بالكرة. ويقول لك قضية الصلاة ملحوقة، تنكمل وغادي نجمع الصلوات، ربما يخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر لأنه يشاهد مباراة لكرة القدم. هذا لا شك أنه لم يعرف حقيقة وجوده في هذه الدنيا. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ولكن هذا الكلام قد لا يعجب كثير من الناس، وخصوصا وهذا في الحقيقة مما يؤسف له ومما يحز في النفس، أن نجد بعض الدعاة الذين الأصل فيهم أن يوجهوا الناس وأن ينصحوهم وأن يبينوا لهم وجه الحق في هذا، يعني تراهم قد انهزموا أمام الضغط، لأن هذا الضغط ديال الجماهير والضغط ديال يعني العواطف. يعني في الحقيقة إذا لم يكن الرجل راسخا في علمه فإنه ينهار ويكون تابعا بدل أن يكون متبوعا. الأصل في أهل العلم أنهم ينصحون. احنا دابا فاش كنصحوا الناس نعلم يقينا بأن الاستجابة لا تكون إلا من بعضهم، أقل القليل من يستجيب، وإلا فكثير من الناس يقول بأن هذا يغرد خارج السرب، يغرد خارج السرب. من كتقول لي هذه المباراة يقول لك اش عارف هذا راه كاين الشيخ الفلاني الذي يتابعه كذا وكذا،
راه قال شي بس ما كاين، وقال لنا شجعوا الفريق ديالكم وقالوا لنا كذا كذا. فقط حافظوا على الصلاة ديالكم، فقط صليوا وشجع الفريق ديالك. شجعوا على ماذا؟ شجعوا على عبادة، شجعوا على طاعة، أم شجعوا على أمر تافه لا قيمة له؟ لأن اليوم غادي نشجعوا على هذا الأمر هذا، غدا غادي نشجعوا، صافي غادي يولي قضية تشجيع غادي يولي أمر عادي. إذا أشجعه إذا لعب هنا وإذا لعب هناك، وإذا حمل تلك الشارة، وإذا حمل يعني الشعار ديال شركة فيها يعني القمار، ترويج للقمار، ترويج للأمور محرمة، لمؤسسات ربوية تتعاقد مع هذه الأندية، ثم يحملها المسلمون ولا يعدون ذلك شيئا، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والأصل أن المسلم يتعاون على البر والتقوى كما أمره الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الرياضة ما بقاتش رياضة. من يظن أنها فقط رياضة هذا في الحقيقة غافل، هذا باقي ناعس على ودنه، باقي ما فاقش. الرياضة الآن يعني تقلب السياسات والمجتمعات، تحسن صور بلدان بأكملها. البلاد كتكون عندها يعني أزمات اقتصادية فتعمد إلى الرياضة من أجل تجاوز تلك الأزمات. كتكون عندها أزمات إقليمية، أزمات يعني سياسية، أزمات يعني اجتماعية، وكدير هادشي. كاين الناس اللي عندهم مثلا فقر مدقع، كاين الناس اللي عندهم يعني الفساد إداري سياسي، باش غادي يعالجوه أعطي للناس الكرة، أعطيهم المهرجانات، أعطيهم الرقص، الغناء، السهرات. وهذا في الحقيقة في الغريب، أنا والله يعني حينما أفكر في هذا يعني يكاد يطيش عقلي. أنا كنقول بأن الناس الذين يشتكون من شدة المؤنة ومن غلاء الأسعار والمعيشة، ومع ذلك إذا وجدوا هذا الأمر قالوا بأن هذا متنفس، ثم تجدهم يهرعون، كل شيء تيجري للقهاوي، كل شيء تيجري كذا كذا. إذا أنت في الحقيقة كذاب، أنت ما محتاج. لو كنت محتاجا لما رفعت رأسك بهذه الأمور. ولا ودي واش حنا بقى لنا هي الكرة، حنا ما لاقين ما ناكلو، حنا فين ما حطينا يدينا كنقول لك هذا الشيء تزاد، حاجة كتبات بواحد الثمن، غدا مع الصباح كتلقاه يقول لك تزاد 3 دراهم 4 دراهم 5 دراهم وانت غادي. فين هو السقف؟ إلى أين يعني تصل هذه الأسعار؟ إذا الناس كانوا فعلا يعني عارفين الحقيقة ديال هذا الأمر هذا، غادي يوقفوا عنده وغادي يعرفوا الحقيقة ديالو، ما غاديش يكون كيتعاملوا بهذا الشكل هذا. فالله المستعان. إذا اختصارا أقول بأن قضية لاعب الكرة من حيثه لا يحكم عليه بإباحة ولا منع، ولكن ينبغي أن يراعي الضوابط الشرعية، ألا يصد عن ذكر الله. لماذا حرم الله عز وجل الخمر والميسر؟ قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فينبغي أن يجتنب، فينبغي أن يمتنع منه العبد، لأنه يصده عن ذكر الله وعن الصلاة. ونحن مأمورون بذكر الله ومأمورون بأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة كما أمر ربنا عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين، وأن يهدي يعني من كان غافلا، وأن يتوب علينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.